السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وكلكم طيبين. انا منى ودي قناه منمن احمد، جايلكم النهارده بالبلانر بتاع رمضان. معلش ان انا اتاخرت عليكم وبقالي كتير مش بنزل فيديوهات، بس انا كنت ملخومه جدا الفتره اللي فاتت. وبصراحه لسه يعتبر مخلصه الشقه امبارح. فما كانش عندي وقت خالص. ضغطت انا على نفسي الكام يوم اللي فاتوا دول، لان انا قعدت كده كنت تعبانه يعني بقالي فتره، عشان كده ما كنتش الفتره اللي فاتت بنزل فيديوهات بانتظام. وبصراحه البلانر خد مني وقت يعني. انا عاملاه، يعني انا اللي صممت كل حاجه فيه وطبعته. انتي ممكن تكتبيه بايدك، يعني مثلا انا هنا اهو كنت كاتباه بايدي، وده خد مني وقت. ان انا ما كنتش لسه عارفه اذا كنت هعمله يعني هكتبه على الكمبيوتر ولا هكتبه بايدي، فخد مني الموضوع وقت. بعد ما كنت خلصت هكتبه بايدي لقيت لا، ان انا انفذه على الكمبيوتر احسن، فقلت ايه خلاص مش مهم يعني، وده برضو خد وقت. فهو ده اللي عطلني. انا عارفه ان كان لازم ينزل البلانر ده من فتره، بس معلش يعني انا هحاول اديكوا شويه افكار بخصوص الصلاه وحاجات كده يعني. في بنات كتير بعتت لي رسائل على الواتس، الانستجرام، الفيسبوك، وقالت لي ان احنا عايزين حاجات اللي هي تشجعنا ان احنا نقرب من ربنا وان احنا ننتظم في الصلاة. فانا هقول لكم على الروتين او الحاجات اللي انا هعملها في رمضان، وباذن الله لو عجبتكم ممكن برضو تبداوا تنفذوها. وزي ما قلت لكم ممكن بقلم وورقة عاديين جدا، وفايل زي كده اللي هو بيتفتح تحطي فيه اي عدد من الورق ويتقفل، وبتستخدمي له اللي هي الخرامه دي او اي خرامه يعني مفيش مشكله. وفي فايلات اللي هي بتبقى من غير الخرامه دي، بتبقى زي بكلبس كده تحطيها بتثبت لك بس الورق. فتعالوا شوفوا ده الغلاف اهو انا عاملاه. عجباني جدا البنوته اللي ماسكه المصحف والسبحه دي حلوه قوي، انا اللي صممتها يعني. اول ورقه وهي هي يعتبر زي دي. التصميم ده انا واخداه من مفكره، هي عامله بلانر لرمضان. بس اللي هو حلو، بس اول حاجه سعره غالي شويه. تاني حاجه ان هو كله بيتكلم عن العباده ورمضان من ناحيه الدين بس مش اكتر. مش شامل حاجه تاني. فانا بصراحه حاطه كذا حاجه تاني هوريها لكم. بس فانا يعني خدت بس التصميم وانا اللي عملته وانا نفذته، بس الفكره خدتها منهم بصراحه يعني. انا عامله حتى هنا رمضان، ما رضيتش اكتب اليوم ولا رضيت اكتب السنه. قلت عشان لو عايزه ان انا استفاد بيها السنه الجايه هتبقى براحتي، مش متحدد فيها اي حاجه. فهنا بيتكتب مثلا اهو كده 1 رمضان و2017 مثلا. هنا بقى مكتوب ايه؟ حاجة جميلة جدا، مواعيد الصلاة والوقت والفرض والسنة. مواعيد الصلاة طبعا عندنا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنكتب مثلا الفجر هو بيأذن على مثلا بيأذن الساعة 3 بالظبط و13. تمام، هو مكتوب في النتيجة كده على ما اعتقد. فتمام انا صليته اوكي. السنة تمام، ده يعني كمثال. الظهر تقريبا مش عارفة بيأذن الساعة 11 إلا 10 تقريبا، فهيكتب مثلا 11. فانتي بتكتبي المواعيد بتاعتك كلها. وكل ما انا لسه بصراحة ما سجلتش، هو لسه يعتبر خلصان قبل الفطار بالظبط يعني، يا دوبك ما لحقتش. ومثلا صليت السنه اوكي. انا بصراحه ما صليتش السنه بتاعه الظهر عشان ما بقاش كذابه، بس صليت الفرض. العصر برضو صليته تمام، والمغرب برضو لسه ما صليتش العشاء. تمام يا بنات. وهقوم اصليها باذن الله بعد ما اخلص على طول. وهنا بقى التراويح وورد القران والدعاء واذكار الصباح والمساء وسنن الصلاه. طبعا هقعد اكتب الحاجات اللي انا عملتها هعمل عليها صح، واللي ما عملتهاش هعملها وهعلم. هحاول ان انا ما افوتش حاجه حتى لو اتاخرت في ميعادها. الصلاه في موعدها هحاول ربنا يقدرني باذن الله ان انا اصلي الصلاه في موعدها. وذكر اليوم اللي هو بيبقى هنا، انت ممكن تكتبي اي ذكر. ممكن مثلا تكتبي ليكي اقول النهارده مثلا 100 مره مثلا اهو: سبحان الله
تمام اهي. ممكن مثلا اكتب 100 مرة الله اكبر. انتي بتكتبي الذكر اللي انتي عايزه تقوليه، وحاولي ما تقليش على نفسك قوي عشان احنا لسه عندنا قرآن وعندنا حاجات كده. بتكتبي الاذكار اللي انتي عايزاها. هنا بالنسبه للقرآن حلوه جدا برضو، عجبتني الفكره دي. هنحاول باذن الله ان احنا كل يوم نقرأ جزء. مكتوب هنا 4 صفحات، ختمة واحدة. يعني لو انت عايزة تختميه مرة واحدة في رمضان هتقري مع كل بعد صلاة 4 صفحات بس. الفجر مثلا انا بدأت من آية مثلا من آية يعني او من سورة كذا لسورة كذا، تمام. وتقومي يعني مثلا قرأت الفاتحة وبدأت مثلا في البقرة من آية 1 مثلا لحد مثلا انا مش فاكره وقفت بصراحه لحد كام، فهي هتبقى معايا. حتى دي هتبقى حاجه تشجيعيه جدا ان انت بعد ما تخلصي على طول تقومي جايه مسجله انت عملتي ايه. مثلا انا كتبت بدات بسوره البقره، طبعا هي في الجزء الاول، تمام. فحاجه فعلا هتشجع جدا. انا عملت من الورقه دي صورت منها 30 نسخه، تمام اهو 30 نسخة بالظبط. هما 29، يعني دول 29 ورقة لان رمضان جاي 29. تمام. الورقة اللي بعد كده هحقق ايه في رمضان وايه اهدافي. شوفي بقى انت لو عايزه تعملي حاجه في رمضان، يعني انا باذن الله ناويه ان انا التزم في الصلاه من رمضان. انا كنت بقطع شويه وجيت في الفتره الاخيره الحمد لله بقيت منتظمه شويه. بس انا خدتها كفرصه برضو ان في رمضان ان انا التزم اكتر والتزم على الصلاه في مواعيدها، فدي هحطها من اهدافي في رمضان. باذن الله ناويه احفظ جزء من رمضان من القرآن، غير ان انا هختم باذن الله. باذن الله ربنا يعيني ويعينكم كلكم على ختم القرآن. فانا هحاول ان انا اقرأ القرآن وكمان هحفظ القرآن. فدي حاجة من اهدافي. لو انا عندي عادة سيئة او حاجة مش حباها في نفسي وعايزة اغيرها، فرصة حلوة جدا ان انت تغيريها في رمضان. لو انت مثلا بتتعصبي، لو انت في حاجة مش عجباكي في نفسك بتقوليها او بتعمليها في تصرفاتك، اكتبيها. اي حاجة عايزة تتخلصي منها وعايزة توصلي لها في رمضان اكتبيها. وزي ما قلت لكم هنا دي الحاجات اللي انا بتبقى اساسيه، ان انتي لازم تسبحي لازم على طول وانتي واقفه في المطبخ وانتي بتعملي حاجه وانتي قاعده وانتي ان انتي على طول تعودي. وعلى فكره ده في رمضان وغير رمضان، ان انتي على طول تعودي نفسك على ذكر الله. وانا بحب جدا جدا سبحان الله والحمد لله استغفر الله ولا اله الا الله والله اكبر، من احلى فعلا التسبيحات اللي انا بحبها جدا. بعد كده ده بالنسبة للجانب الروحاني او الديني. بعد كده قائمة المهام لتحضير لشهر رمضان. انا زي ما قلت لكم انا كان مفروض ان انا انزل البلانر دي من فترة، بس صدقوني والله غصب عني، سامحوني معلش. عندي قائمة مشتريات رمضان ونواقص البيت. دي اول حاجه هبتدي ان انا ابص لها. طب هبتدي ابص لها من امتى؟ يعني من قبل رمضان بشهر او ب15 يوم كده هبتدي اشوف، هجرد بقى المطبخ عندي والتلاجة واشوف ايه اللي ناقصني. عايزه اشتري جبن،